مساء الخير يا فندم. مساء النور. منوراني منوراني فوق ما تتخيلي والله العظيم. في بودكاست يا فندم، قعدة حلوة وضحك من غير فلتر. والله يا ماجي ويعني اسمحي لي إن أنا أقول لِك يا جوجو ماشي. عادي. أنا اللي سعيدة جدًا، جدًا إن أنا معاكِ. والله يعني إحنا لقاء بقى لنا كتير محتاجين نعمله، وإن شاء الله يطلع زي ما إحنا عايزينه وأحسن، والناس تنبسط لمّا تسمع الحلقة، وأنا واثقة إن هم هينشكحوا انشكاحة زي حقيقي. انشكاحتِك كده. طبعًا أنا عارفاكِ، بس في ناس ما تعرفش مين اللي أنا باتكلم معاها، فببساطة كده عرّفيني بنفسِك. أنا اسمي رضوى منصور أو رضوى فؤاد منصور، عشان أنتِ بتحبي فؤاد اللي في النُص دي. أنا صيدلانية أساسًا، باشتغل مديرة إدارة الجودة في مستشفى كبيرة في مصر. عندي بنتين، عالية وفريدة، ممكن تكون الناس عارفاهم برضه، أنتِ عارفة طبعًا هم. أكيد، أكيد. طيب معلش عشان أنتِ قُلتِ نقطة حلوة جدًا، مديرة الجودة في مستشفى. أنتِ المفروض إمم. إن سعادتِك صيدلانية خريجة نفس الدفعة بتاعتي، فأنا عايزة أعرف بس معلش مديرة جودة، يعني quality manager يعني إحنا كنا pharmacist وبقينا quality manager فده أنتِ قُلتيها ببساطة كده، لأ هي إمم. مش حاجة بسيطة، هي حاجة كبيرة، فقولي لي كده التدرُّج إزاي وصلتِ لquality manager؟ أنا قررت أعمل career shift. كنت باشتغل صيدلانية في مستشفى في المنصورة. قعدت أفكّر إيه الحاجة اللي ممكن تبقى لطيفة، أنا أحبها، أشتغل فيها، فقررت إن أنا أدرس quality. وده كان بالنسبة لي اختيار، يعني أنا بالنسبة لي حبيته. درست quality في الAUC، خدت دبلومة، خدت training في مستشفى كبيرة برضه في مصر، وبعدها اشتغلت أخصائية جودة في المستشفى اللي أنا فيها دلوقتي مديرة، وبعدين بقيت مديرة. حلو، وده كُلّه وأنتِ كنتِ أصلًا شغّالة pharmacist وربّة منزل ومعاكِ طفلتين، صح كده؟ آه. فالدنيا كانت سهلة، الدنيا كانت حلوة، صح؟ ما بتبقاش سهلة يعني ما حلو، بتبقاش. طَب هو ما فيش بنسهّلها طريقة إزاي؟ تاخديه سهل كده، بس هو إيه، المهم إن أنتِ تبقي مُصرّة على اللي أنتِ عايزة تعمليه. يعني أنا مثلًا أمّا قررت أعمل الدبلومة، جات الAUC قفلتها أصلًا. ما حلو. شاء الله منوّرة، منوّرة دايمًا. قفلتها إمم، خالص، علشان هتعمل update وغليت، فأنا خدتها بسعر كان اتضاعف فيه الدبلومة. لازم ندخل امتحان English، دخلته وسقطت فيه، بعدين برافو، دخلت وسقطت فيه تاني، برافو، برافو. وبعدين حجزت بقى، قُلت أذاكر بقى، ما أنا كل مرّة ما باذاكرش وما تعرفيش ليه. قُلت أذاكر، حجزت الامتحان وإيه اللي حصل بقى، جات أيوه، الCovid. برافو. ده أنتِ فكل لأ، ده أنتِ إصرار ومثابرة مش طبيعية، أنتِ مصممة تخسري الفلوس اللي بتدفعيها. أقسم بالله ما باهزرش، جات الCovid، فضلت 3 شهور. دخلت الامتحان جالي panic attack في الامتحان أصلًا، ودُخت جدًا وتعبت، لإن أنا داخلة أمتحن بmask. أنتِ بقى أول حاجة أول ما الCovid فتحت، وبعدين قُلت خلاص أنا إيه، هادخل امتحان تاني. المهم كانت الدبلومة فتحت تاني، وأنا بقى مستنية نتيجة الامتحان عشان أعرف أنا هادخل دبلومة والّا لأ. أوكي، مع آخر يوم تقديم في الدبلومة وأنا المفروض أحضّر ورقي، النتيجة طلعت وطلعت إن أنا نجحت، سبحان الله. فعلًا دخلت أول run في الwave الجديدة في الدبلومة في الAUC وخدت الطريق. طيب الحمد لله. إيه ده بس لأ، مثابرة والله يا فؤاد. معلش يا جماعة يعني اللي يعرفني واللي يعرف رضوى، إحنا عِشرة 15 سنة وأنا ما باناديهاش غير بفؤاد، وهي طبعًا ده اسم عزيز عليها، فهي بتبقى سعيدة. بالضبط. ما عنديش مشكلة خالص. أنتِ مثال جيد على المثابرة، بغض لأ، النظر كمان على الظروف اللي ما شاء الله كانت في النُص بتيجي لِك، بس أنتِ بتتخطيها برضه. باحاول يا جوجو، هاعمل إيه؟ شايفة حاجة غريبة في الدنيا يا رضوى دلوقتي حواليكِ والّا آه. طب حلو جدًا، آه. شايفة ده حاجات طالعة من قلبِك. شايفة حاجات غريبة. بالنسبة لي يا ماجي أكتر حاجة غريبة شايفاها، عارفة الصراع بتاع الصح والغلط، عارفة أنتِ الحتّة دي؟ اهم، يعني إزاي بقينا بنتناقش عادي جدًا في الأُسس، اللي هي أصلًا ما فيهاش نقاش. يا جماعة الصح صح والغلط غلط. أيوه، مش باقول إن أنا كل حياتي صح، بس أعترف إن أنا مش ماشية صح، ما عنديش مشكلة. ما أجائرش مثلًا في إن أنا أبقى ظالمة، ما أعملش حاجة غلط وأقول لأ أنا ما عملتش. ما أكذبش وأقول ده عادي حلال، فاهمة؟ ما هو الصح والغلط برضه فيه حلال وحرام. فالحلال معروف والحرام معروف. م ليه بنحلل الغلط؟ علشان ندّي مبررات لنفسنا لإن إحنا نغلط.
طب ما إحنا إمم، عادي يا جماعة، إحنا مش أنبيا، بنغلط. دي حقيقة، صح، ففكرة الصح والغلط، وإن الحق ما بيحتاج مجهود، والصح بيحتاج مجهود علشان يبقى ظاهر، دي بقت بتتعبني جدًا. باشوف إن الدنيا ما فيهاش خير، عارفة، فاهمة؟ آه، آه، يعني الناس بقت مستسهلة الغلط وماشية بيه مثلًا، وفاكراه إن هو بقى العادي. إمم، وده بقى مثلًا بيخلّيكِ مثلًا في قصص كتير مثلًا بتطلع قدّامِك في الحياة، على الفيسبوك مثلًا، بتلاقي اللي هي الحاجات الtrend أو كده، زي في trend دلوقتي مثلًا، آه، أو مش trend، في قضية موجودة دلوقتي كبيرة. قواضي، قواضي. بس ففي مجاهرة فيها، الحقيقة باينة. إحنا إيه يا جماعة؟ إمم، يعني ليه الحقيقة باينة واضحة وضوح الشمس، وفي ناس مصدقة الكذب أو إن ده مش حقيقة، مع إن إحنا مثلًا بنشوف شايفينها بمنتهى الوضوح. طَب أنتِ شايفة يا رضوى ده مثلًا بسبب الانفتاح الزيادة والّا التربية بقت غلط والّا في إيه؟ يعني إيه اللي وصّلنا لكده في رأيِك يعني إن إحنا اعتدنا نشوف الغلط، فعينينا اتعودت عليه، فبقينا ما بنحسش وإحنا شايفينه إن هو غلط. من كتر ما أ شُفناه؟ من كتر ما شُفناه، زي مثلًا الدكتور اللي بيشوف دم كتير، أمّا بييجي له مثلًا حالة بتموت قدّامه، مشاعره مش بتتحرك زي مثلًا حد عادي، فاهمة قصدي؟ فأنتِ من أوكي، كتر ما صح، بتشوفي صح، الغلط، بتعتادي الحاجة اللي أنتِ شايفاها، ودي حاجة وحشة جدًا على فكرة. في حاجات أنا نَفْسي مثلًا، يعني أنا شغّالة في مستشفى مثلًا، حلو؟ حلو، أكتر حاجة مثلًا حريصة عليها إن أنا ما أفقدش إنسانيتي، مش عايزة ما أبقاش إنسانة، من كتر ما أنا ما باشوف مثلًا إن الموت ده عادي، لأ، فاهمة اللي أنا عايزة أوصله فاهمة، لِك؟ يعني أنتِ عشان بتشتغلي في مستشفى فبقت الحالات الإنسانية من كتر ما أنتِ بتشوفيها فبقت حاجة عادية بالنسبة لِك، مش لاقية تعاطف مثلًا، ممكن قصدي بالضبط. بتحاولي تفضلي فأنتِ زي ما أنتِ. فأنتِ لازم، لأ، الموت له هيبته فيهزِّك، إمم، يفضل يهزِّك، زي الغلط كده. حلو أوي المثال اللي أنتِ ضربتيه فعلًا صح، إحنا من كتر ما عينينا شافت الغلط بقينا متعودين عليه، وفي صح، حاجات في المجتمع يا ماجي ما ينفعش نعتادها، يعني زي التحرُّش بتاع الأطفال ده، ده مش حاجة عادية، مش حاجة عادية خالص. ده مش حاجة كارثة. عادية، حاجة لأ، عادية. هو أنا بس ما أعتقدش يا فؤاد إن أصلًا في حد يعني اعتاد وتبقى كارثة لو في بعض آراء من الناس إن هم معتادين وتبقى كارثة. لأ أو يا ماجي، ممكن من آه. كتر ما بتشوفيه تشوفي ما هو بيحصل، لأ، مش عادي إن هو يحصل يا جماعة. يبقى رَد فعل الناس ما هو بيحصل، إيه يعني يالّا قضية زي غيرها. بالضبط. زي مثلًا كتر القتل مثلًا، إمم، فهو أنتِ ما يا عيني حد خبطه عربية أو دهسه أو موّته في خناقة مثلًا، إمم، بتحصل. شُفنا كتير، يالّا الموضوع اللي بعده. فما إمم، ينفعش يا جماعة نعتاد الغلط، أو نعتاد فكرة مش صح، حلو فاهمة أوي، قصدي؟ طلعتِ عميقة يا فؤاد والله، أنا سعيدة والله. والله أنا عايزة أقول لِك إن الموضوع ده بيستفزني جدًا، بيستفزني بجد. ثوابت الحياة ما ينفعش نلعب فيها. ودي حقيقة، دي حقيقة، وفعلًا والله الناس بقت بتتكلم ببجاحة في حاجات ثابتة زي ما أنتِ بتقولي. طب بُصّي بنحب دايمًا كده على طول أنقل من سؤال يعني فيه جَد لحاجة كده إيه تبسط الناس شوية. يومِك 24 ساعة تشتغلي، آه، ولادِك أنا يومي 48 ساعة. أنتِ غير الناس، أنتِ غير الناس. صدقيني يومي 48 ساعة. حلو، طب حلو، حلو، يعني معانا وقت أكتر. دايمًا باحب أوصّل للناس لو في أي إنجاز بسيط، إنجاز بسيط أبسط حاجة ممكن تعمليها في يومِك، بس بالنسبة لرضوى هي حاجة عظيمة جدًا رغم بساطتها. أسعد لحظة في حياتي بجد، بجد والله، حلو، أمّا أوصل السرير بالليل وأمسك موبايلي وأقعد أتفرّج على مسلسل، دي أسعد، لأ، ده إنجازي في الحياة، أوكي؟ أوكي، لكن إن أنا أبقى اليوم خلص يا جماعة، أنا خلّصت كل واجباتي اللي في اليوم، رُحت شغلي، ودّيت عيالي دروسهم، تمارينهم، عملت كل حاجة في حياتي ممكن تتعمل، خلاص، عارفة كإنِّك ماسكة نوت وبتشطّبي اللي وراكِ، فأنتِ وصلتِ لآخر لحظة اللي هي بتاعتِك أنتِ بقى، اللي لازم حلو. تدّيها لنفسِك، فدي أسعد لحظة في حياتي. هي يعني أنا هاسميها زي ما الناس بتقول الquality time بتاع رضوى، صح؟ آه، آه، الاستلقاء على السرير مع مشاهدة بس. حلقة من المسلسل. آه، حلو، بس أنتِ قُلتِ حاجة مهمة، إن أنتِ إمم، خلّصتِ كل اللي وراكِ في اليوم، يعني عملتِ كل الحاجات المطلوبة منِّك، فأنتِ خلّصتيها، أنجزتيها، فقعدتِ بقى بالليل مرتاحة كده على السرير، ده أنا خلّصت كل اللي ورايا. إمتى حسيتِ إن أنتِ بقيتِ شخصية أقوى مما كنتِ فاكرة إن أنتِ عليه؟
سؤال لمّا نقلت دخل القاهرة فجأة، زي ما أنتِ قُلتِ كده. لمّا نقلتِ القاهرة، إمم. إزاي؟ الprocess بتاعة نقل القاهرة كلّها كانت process صعبة أوي، يمكن أنتِ Maggie عارفة الكلام ده. صح بس أنا الترم بالنسبة بتاعكم. لي الprocess دي كان فيها معوقات كتير. أولًا أنا ما كنتش عايشة هنا في القاهرة وباعمل بيتي وباشتغل، والمفروض إن أنا أكون مع ولادي في المنصورة، فكل ف ف ف فده كان process صعبة جدًا. وأنتِ طبعًا برضه عشان أنتِ عارفاني أوي، فأنا ما باسيبش حاجة مثلًا ليّا ما باهتمش بيها، details باهتم بيها جدًا. صح. فما كنتش أقدر مثلًا ما أطلّعش الحاجة زي ما هي في دماغي، لإن أنتِ طبعًا إحنا فهمنا في الأول القصة فكرة العِند، إمم. فهي هتطلع زي ما في دماغي ده موضوع منتهي. فال يعني أنتِ ف كنتِ فأنا عشان كنت أنتِ نقلتِ من المنصورة، ولادِك في المنصورة قاعدين، وأنتِ بتخلّصي المكان اللي باشتغل في بتقعدي القاهرة فيه. وباعمل البيت، وباخلّص البيت عشان إمم. ننقل بقى. ف آه. فدي كانت process صعبة جدًا، جدًا بالنسبة لي. أنا هاقول لِك حاجة، ممكن أنا أكون البني آدم الوحيد اللي نقل من المنصورة للقاهرة ومش مبسوط زي الناس اللي مبسوطة، مش عارفة ليه. يعني عندي لسه أنا بقى لي تقريبًا 4 أو 5 سنين، 4 سنين تقريبًا. أنا كنت لسه هاسألِك أنتِ كده ناقلة بقى لِك مدة كبيرة يعني مش حاجة قليلة. أنا لسه عندي home sickness مش طبيعي. لأ، ما المنصورة ما حدش يقدر يعني أنا عندي home وإحنا sickness. بالذات. والله. عشان بجد. ذكرياتِك مثلًا، عشان أهلِك هناك، عشان علشان ذكرياتي وأهلي وصحابي. عارفة يا ماجي أقول لِك إيه، باحس إن أنا أمّا بادخل المنصورة إن أنا دفيانة. يعني ممكن أكون بقى بالنسبة للناس بقى مجنونة، بس هو لأ لأ. خالص، أنا واحدة لمّا بارجع من السعودية وأروح المنصورة باخُش أنا مثلًا ما باقعدش في القاهرة، ما باحبش أقعد في القاهرة، بس أنا إمم. باخُش المنصورة عشان نفس المعنى بالضبط اللي أنتِ قُلتيه ده، هي المنصورة فيها كده حاجة بتشدّنا ليها غريبة. عارفة تنزلي مثلًا في أي وقت تلاقي أصحابِك دول، لأ تلاقي صحابِك دول. يمكن أنا كمان عشان عندي صحاب كتير وكنت على طول باخرج مع أصحابي، فالموضوع بالنسبة لي صعب ولسه صعب، ما أعرفش. حلو، طَب أنتِ دلوقتي يعني طبعًا خلاص تأقلمتِ، حتى لو في نوستالجيا للمنصورة، بس تأقلمتِ على العيشة في القاهرة مع ولادِك وضبّطتِ يومِك وأمورِك. هي العيشة في القاهرة أصلًا بتتضبّط لوحدها غصبٍ عني. طب حلو أوي. طب أنتِ خلّيتيني أسألِك سؤال هو مش من ضمن أسئلتي والله يا فؤاد، بس عايزة أسأله لِك، خصوصًا ليكِ، يعني إحنا ما بيننا عِشرة الناس ما تعرفهاش، بس لازم أسألها لِك. إيه اللحظة اتفضلي. اللي غيّرت نظرتِك للدنيا من غير ما تكوني مستعدة ليها؟ لحظة وفاة بابايا. لحظة وفاة عمو فؤاد، غيّرت بُصّي، نظرتِك إزاي؟ غيّرت نظرتي. عارفة يا ماجي أنتِ، أنا بابايا طبعًا مات فجأة. ودي تمام. حاجة صعبة جدًا. بس الحمد لله طبعًا، يعني الحمد لله. يعني أنا كنت دايمًا أتمنى إن أهلي ما يتعبوش يعني، فاهمة أنتِ؟ ما آه. أشوفهمش تعبانين. فده مخلّيني راضية جدًا عن ده. يمكن بابا عدّى على وفاته 9 سنين، صح؟ أنتِ أكيد صح. عارفة. صح. صح؟ أيوه، أيوه. أيوه. علشان اللي ما يعرفش إن أنا وأنتِ باباكِ مات تاني سَنة نفس اليوم. نفس اليوم بالضبط، فإحنا ذكرى وفاة أبهاتنا واحدة. إمم. المهم ما علينا، إن اللحظة دي بالنسبة لي عارفة أنا باحس إن أنا لسه واقفة عندها. يعني أنا باحس إن أنا بقيت بني آدمة تانية. يعني في واحدة كانت هناك، وفي واحدة تانية دلوقتي هنا. اللي هو أنتِ الدنيا بالنسبة لِك بقت بشكل تاني خالص. عارفة أمّا يكون درع واقف قدّامِك مش مورّيكِ الحياة بوحاشتها، يعني مش مورّيكِ، هو بيصُد وحاشة الدنيا عنِّك. إمم. فأنتِ الدرع ده راح، فأنتِ بقيتِ بتاخدي كل الخبطات أنتِ. طيب أنتِ اللحظة أنا عارفة طبعًا إن أنتِ يعني كانت في رضوة قبليها، وبقت في رضوة بعديها، إمم. رضوة اللي بعديها أنا كماجي شايفة إن هي طبعًا رضوة أقوى، صح كده؟ ده طبعًا. طبعًا. أنتِ عايزة ترجعي للرضوى اللي قبليها؟ إمم. أنا شايفة إن أنا نفس يعني عارفة، أنا دايمًا باحس إن أنا من صُنع أبويا. أنا صانع الراجل ده. هو اللي عاش حياته كلّها طبعًا، وماما يعني. بس أنا كانت علاقتي ببابا طبعًا، وماما برضه عشان ماما هتسمعنا. علاقتي ببابا كانت علاقة مميزة جدًا. أيوه. أوكي. فكنا قريبين لبعض جدًا. فهو فضل يبني، 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 يبني فيّا، وادّاني بقى حصيلة تجارب وحصيلة نصايح. فأنتِ بقيتِ عندِك الreference اللي ترجعي له على طول. إمم. فهو في الآخر أنا نفس الشخص في القوة، بس أنا محتاجة بقى اللي عارفة هو السَنَد. فأنتِ محتاجة السَنَد. طب أنتِ ماشية دلوقتي إزاي؟
ماشية دلوقتي بنصايح أبويا، مقوياكِ. مقوياني طبعًا. يعني أنا أعتقد دي البداية اللي خلّتِك تقدري أصلًا تسيبي المنصورة وتنتقلي للقاهرة، يعني لو ما كنتيش قوية enough ما كنتيش هتعملي الخطوة اللي بعدها، سبحان الله. بس أقول لِك على مفاجأة، إن أنا أصلًا كان بابا أصلًا من الحاجات اللي هو كان planning إن أنا أعملها، هي إن إمم. أنا أنقل القاهرة، يعني حتى دي إحنا كنا متفقين عليها مع بعض، أوكي، فأنتِ ماشية على نفس الplan. على نفس الplan بالضبط. ما يعني أنا واخدة الtrack. عارفة أنتِ عندِك reference لكل حاجة. ربنا يرحمه. إزاي قدرتِ تتعافي بعده وتكمّلي حياتِك وتتعاملي وتمشي في حياتِك زي ما أنتِ؟ لأ، هو أنا ما اتعافيتش من وفاة بابا خالص يا ماجي، للأسف. الحياة مشيت، الحياة مشيت، بتفضلي شوية على ما تستوعبي فكرة إن الحياة هتمشي من غير الناس اللي أنتِ فقدتيهم، بس فكرة إن أنتِ تتعافي من فقد حد قريب ليكِ وعزيز عليكِ والحاجات دي، لأ ما بتتعافيش، بتعيشي بقى في الحياة. عملت إيه؟ يعني أنا بُصّي كنت باسحل نفسي في كل حاجة في الحياة، بحيث إن أنا ما أفكّرش، يعني أنا دي طريقتي أصلًا عمومًا إن أنا أخرج من مشكلة، فبعد شوية بقى بتمشي. إمتى آخر مرّة حسّيتِ إن حد قال لِك كلمة وقلبت يومِك؟ يعني كلمة حلوة طبعًا، عشان إحنا دلوقتي كُنّا متأثّرين. يعني وأنا زعلانة، أوكي. أمّا عليا وفريدة يقولوا لي: "مامي إحنا ما نحبش نشوفِك زعلانة، مامي إحنا مع بعض." مثلًا بيعملوا حركة حلوة أوي يا ماجي، أنا مثلًا أبقى قافلة على نفسي باب الأوضة بقى وزعلانة ومتضايقة وبتاع، ألاقيهم مثلًا طالبين أكل أو آيس كريم أو حاجة أنا باحبها، يقولوا لي: "يالّا قومي كُلي الحاجة اللي إحنا جايبينها لِك." الله على ألاقي العيال مثلًا عالية متربية. جاية جايبة لي وردة، رغم إن عالية متشردة جدًا، وطبعًا الناس اللي عارفانا هتقولي عالية دي، بس هُم برضه عارفين يا حبايبي إن هي حنيّنة. آه، بس ودي طبعًا من مزاياها، طبعًا. بس دي حاجة بالنسبة لي ليها قيمة أوي. أو مثلًا يقولوا لي: "إحنا ما نقدرش نعيش من غيرك." يعني ويقولوها من شوفي قلبهم بقى. الكلام، شوفي الكلام. هم عيال متربية، إحنا كُلّنا متفقين والله، هم عيال متربية، مش عارفين إزاي بس هم عيال متربية. متربية حبيبتي إمتى، اتربوا إمتى؟ لأ، 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 كل الناس تتّفق معايا في اللي أنا باقوله لِك، لا والله. عالية ربنا لأ، عالية يحميها. لأ. لا، لأ، بُصّي شوفي حتى أنتِ لسه قايلة حنيّنة، شوفي أنا لمّا سألتِك السؤال أنتِ افتكرتِ مين؟ أنتِ افتكرتِ ولادِك، افتكرتِ عالية، طبعًا كل اللي عارفِك عارف ولادِك قد إيه إحنا بنحبهم ونعزّهم ونفسنا نخرج معاهم ونسافر معاهم أكتر منِّك بكتير، عشان هُم ما أنا عارفة. دلوقتي برضه إحنا عايزين نستفيد منِّك يا فؤاد، فإيه الحاجات اللي أنتِ خايفة عليهم منها في الدنيا دلوقتي، من الحياة، من التعاملات، من الأشخاص، من المواقف؟ هو أنا خايفة عليهم من الدنيا كلّها. هي الدنيا بقت صعبة بصراحة. بُصّي، أنا ممكن أقول لِك إيه اللي أنا باحاول أخلّيه فيهم، إن هُم أولًا يبقوا بيحكوا لي كل حاجة، إن إحنا نبقى أصحاب. هُم غالبًا من كتر ما بقينا أصحاب نسيوا إن أنا أمهم، دي مشكلة. عارفة من كتر بقى ما عاشوا معايا في الحياة، بقوا بيشوفوا إن في حاجات بتحصل وبنزعل وبنقوم وبنكمّل، فاللي هو دي بقت عندهم من كتر ما عاشوها، بقوا مقتنعين إن إحنا نقدر نعمل كل حاجة، وده برضه من اللي عاشوه. الحاجة دي ما كملتش، هنكمّلها بعدين. بس أنا نِفْسي إن هم يبقوا أقويا يعني، لو هم أقويا وواثقين من نَفْسهم، هيعدّوا حاجات كتير. بتحاولي توجّهيهم إزاي، إن هُم يستقبلوا الدنيا دي بالمواقف الصعبة اللي فيها؟ بُصّي، أنا باوجّههم بإن إحنا نبقى أصحاب زي ما أنا قُلت لِك، إن إحنا ما نخافش نحكي لبعض كل حاجة، إن إحنا عادي إن إحنا نغلط ونقول. يعني عندِك عالية دي مثلًا دايمًا تيجي تقول لي إيه: "مامي أنا هاحكي لِك حاجة بس مش هتعملي حاجة، ومش هتاخدي action مثلًا في المدرسة مع حد، أو مش هتعملي حاجة، اوعديني بده." طبعًا أنا عشان باوعدها بتحكي لي بقى القصة بتبقى مستفزة جدًا، بس خلاص هاعمل إيه، بانصحها بقى. بس فتقوم ترجع تحكي لي تاني، فبادّيهم الثقة إن هُم عادي إن هُم يحكوا لي حاجة. بُصّي من كتر ما إحنا كمان عشان نقلنا وبقينا إحنا ال3 قاعدين مع بعض زيادة عن اللازم، فبقى عندنا حتّة كده إن إحنا مش لاقيين غير بعض إن إحنا نقول لبعض كل حاجة كمان. أنا شايفة إن دي أهم حاجة، بنسمع بعض، وخصوصًا أمّا كبروا بقى، بقيت كمان للأسف يعني باشاركهم في تجاربي أنا الشخصية. بُصّي أنا عندي حتّة كده يا ماجي
إن إحنا الأم والأب مش زي ما كانوا ماما وبابا بيقولوا لنا زمان بقى إن إحنا أشطر ناس في الدنيا وما بنغلطش والجو ده، لا، لا، لأ، دي صورة الطفولة، لكن الأم والأب عادي بيغلطوا، بيغلطوا وبيتعلموا، فهُم باخلّيهم يشوفوني وأنا باتعلم من غلطي، ويشوفوني وأنا عادي باغلط، بس هُم بقى للأسف بقوا بيقولوا لي أنتِ قدوتنا. فبقيتِ أنتِ فعلًا في الآخر هُم هيعملوا اللي أنتِ هتعمليه، فبقينا إحنا ال3 بنتربى مع بعض. جايز برضه إن أنا كنت أم صغيرة أوي وقت ما خلّفتهم، فبقيت أنا وهُم فعلًا بنتربى مع بعض، ما أعرفش. بُصّي اللي أنا باعلّمه لهم إن عادي ما فيش حد بيعمل كل حاجة صح، عادي إن إحنا نغلط، طبعًا غلطات within limit يعني، نفكّر مع بعض في حل المشكلة، نواجه ده، ده اللي أنا باعلّمه لهم بصراحة، يعني أنا نِفْسي إن هم يبقوا أقويا إن هم يواجهوا كل حاجة. عندي سؤال بقى، بالنسبة لشريك حياتهم، إيه بما إنِّك أنتِ يعني أكبر بنات عندنا في الجروب، اللي أنا أعرفهم هم بناتِك، حاطة شروط معيّنة، حاطة نصايح معيّنة ليهم في موضوع اختيار شريك الحياة، لإن هو يعني قرّب شوية؟ بُصّي موضوع شريك حياتهم ده موضوع critical جدًا. اختيارهم شريك حياتهم أكيد أنا عندي حاجات اللي هي القشور مش هيبقى في تنازل فيها بالنسبة لهم يعني، إن هو يبقى نفس مستواهم الاجتماعي، الفكري، متديّن أو على الأقل يعرف ربنا. هم بقى هيختاروا مين أو هيختاروا إزاي، لأ أنا دي هاسيبها لهم completely بس يحطّوا في اعتبارهم الحاجات دي. هاقول لهم إيه، هاقول لهم إن ما فيش حياة زوجية ما فيهاش مشاكل. ومشاكل كبيرة مهما حصل، كلنا حياتنا بتتعرّض لdrops كبيرة جدًا، 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 سواء بقى مادية، سواء اختلافات، لإن كل الناس مختلفة، بس كل واحد في تقبُّله للاختلاف ده بيبقى مختلف عن التاني. أنا ممكن أتقبّل حاجات أنتِ ما تتقبّليهاش، ممكن أنتِ تتقبّلي حاجات أنا ما أتقبّلهاش، فكل واحد هو أدرى بحياته. عشان كده أنا دايمًا شايفة إن ما حدّش يحكُم على حياة حد، وما فيش نصيحة pure كده تدّيها لحد إن هو لا ما ينفعش إن أنتِ ما تكمّليش في الحياة دي، لأ ما فيش حياة ما ينفعش ما تكمّليش فيها غير لو فيها كوارث، ما هي الكوارث الكبيرة دي برضه أنا الكوارث الكبيرة بالنسبة لي اللي هي بقى حاجات تعدّت كل الحدود يعني، فده أنا لازم هاعرّفه لهم، وأعتقد هم عرفوه خلاص، ما فيش كمال يعني. إيه إمم. النعمة اللي ما كنتيش شايفاها زمان ودلوقتي مقدّراها، يعني تقولي الحمد لله من كل قلبِك إن هي موجودة؟ هتستغربي أوي. الروتين بتاع حياتي نفسه، أنا شايفاه نعمة من نِعَم الحياة، أصل الروتين ده روتين حاجة إحنا بنزهق منها، بس هو في الآخر هو الاستقرار. اليوم العادي اللي أنتِ بتمُرّي بيه، اللي هم بين وهو شغلِك مستقر كده وولادِك، stable اللي هو ما ف stable اللي هو ما فيهوش حاجة بتحصل وِحشة، اللي هو اللي ما فيهوش بيعدّي حاجة بسلام. طبعًا ده نادرًا، يعني أنتِ لو اللي يعرفني يعرف إن ده نادرًا، فده اللي أنا بافتقده في حياتي، بس أيوه، الروتين العادي دي هو النعمة. بالنسبة لي ده أكبر نعمة، لإن خلّي بالِك يا ماجي أنتِ لو تفتكري أيام الCovid إحنا كلنا فهمنا إن مجرد إن أنتِ تعيشي الحياة العادية هي دي أكبر نعمة في حياتِك. صح. إن أنتِ تبقي مثلًا ما عندكيش مشاكل، مش تعبانة، مش شايفة حد عندِك تعبان، الحياة اللي تمشي على خط واحد، على line واحد دي، اللي هي اللي إحنا بنسميها روتين ونقول إيه ده إحنا زهقانين أوي، دي نعمة، لأ دي نعمة بجد. دي ده حقيقة، بجد، تخيّلي فعلًا، كده يا فعلًا، ماجي أنتِ بتصحي الصبح بتنزّلي عيالِك المدرسة، تروحي شغلِك، مش عارفة إيه، كل الحاجات دي، بنزهق صح؟ بس صح. أنا شايفة إن هي دي نعمة. طب ما هو أنتِ لو دخل حاجة عليكِ تهز استقرار الحياة دي، مثلًا بعد الشر حد من ولادِك جاله برد، طب ما أنتِ بتبقي قاعدة زعلانة وقاعدة صح، تدعي له صح، إن صح. هو ربنا يشفيه، أو مثلًا سمعتِ حاجة عن حد في حياتِك، بتبقي قاعدة اهم. متوترة جدًا صح. اليوم العادي اللي بيعدّي عليكِ بأحداثه الطبيعية نعم. لا والله أنتِ عندِك حق فعلًا، وإحنا بقينا بنتمناه، ده إحنا عايزين يا رب كل أيامنا تبقى روتينية، يا رب ما فيش أي آه حاجة تخش والله. تعكّر اليوم، صح؟ باحب كده أختم الحلقة، إيه الحديث أو الآية أو الدعاء اللي دايمًا بتفتكريه في يومِك بقى، بيخطر على بالِك كده فجأة، ومن غيره بتحسي إن اليوم ما مش هيعدّي أو مش متطمنة؟ بُصّي يا ستي، أنا بالنسبة لي عندي آية يعني هي دي دايمًا اللي أنا شايفاها في حياتي، هي سورة الكهف،
قصة سيدنا موسى والخضر. دي بالنسبة لي أنا مقتنعة إن كل حاجة بتحصل دلوقتي وِحشة، حكمتها هتظهر بعد كده. ممكن نصبر كتير، بس الحكمة هنعرفها، هنعرفها. دي أنتِ الموضوع بتحسّيها معاكِ يعني القصة يعني سيدنا خضر وسيدنا موسى، القصة دي أنتِ كل شوية بتظهر قصادِك أو بتفتكريها يعني؟ طبعًا، طبعًا، كل أوكي. حاجة، في كل حاجة في حياتي، ده بجد، بجد. يمكن أنتِ أكتر واحدة عارفة إن أنا في حاجات كتير يعني عدّيت بيها وأنا ماشية. إمم، إمم. بس وفي وقت صعب أوي مثلًا بتبقي قاعدة فيه دلوقتي، بس الوقت الصعب أوي ده اعرفي إن هو مش أصعب وقت أنتِ فيه، ده بالعكس ممكن يكون أحسن وقت، أو ده اللي هيوصّلِك لحاجة كويسة. صعب طبعًا إن أنتِ تبقي في وقتها مش زعلانة، هتبقي زعلانة، بس بجد؟ خلّي عندِك جواكِ حتّة كده إن الحكمة هتعرفيها، ممكن تعدّي 5، 6 سنين وتعرفيها، إمم. بس هتعرفيها. بس في ساعتها بتكوني أنتِ أكيد متضايقة أو منهارة أو كده، بس بتحاولي منهارة تفتكري. طبعًا إمم. وزعلانة وكده، بس ما عنديش حتّة هو أنا ليه بيحصل معايا كده، أنا ما عنديش الحتّة دي. لأ، بابقى عارفة إن في حاجة حلوة هتيجي، وعندي الحتّة اللي هي كلّما ضاقت حلقاتها فُرِجَت. هي فعلًا تمام. خلّيكِ دايمًا عندي حتّة كده لمّا آجي إن هي بتضيق، 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 بتضيق أوي أكيد بعد شوية هو ما ينفعش على فكرة، يعني هو بجد بتفرج بجد، والله العظيم يا صح، ماجي صح. شوفيها في كل حاجة في حياتِك، هتلاقيها كده، لا، لأ، هتلاقي صح عندِك حق. اللي بتضيق عليهم أوي، 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 فجأة بتتفرج أوي. وبس إمم. على فكرة يعني هي حاجة كويسة لإن ربنا مش ناسيكِ، ما آه. هو الابتلاء ده إن بيبقى ربنا مش ناسيكِ. صح، هو المؤمن دايمًا مبتلى. صح. عندي حتّة كده ماجي إن إحنا طول ما إحنا عايشين هنفضل نتعلم. بس إن إحنا نصبر شوية، نصبر في كل ابتلاء بييجي لنا أو نصبر في كل موقف صعب أو بالضبط. صدمة أو وعلى وحش فكرة بنقابله. هاقول لِك حاجة، عادي إن أنتِ تنهاري، أنا الفكرة دي بقت متصالحة جدًا معاها، وعادي إن أنتِ تغلطي، أنا إمم. متصالحة جدًا مع كذا فكرة كده، إن عادي إن أنا أغلط، وإن أنا آخُد قرارات غلط، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ما حدش كل قراراته صح في الحياة، هو أنا ولسه موجودة هاخد عشان قرار. أتعلّم صح، وكل شوية هاغلط وأعرف من الغلط وعادي إيه المشكلة؟ لأ بس أنا واثقة والله فؤاد اللي هيسمع الحلقة لأ هيحس إن لأ يالّا بينا نقوم، يالّا أنا دلوقتي رجلي مكسورة بس أنا هاقوم لأ يالّا إيه اللي حصل يعني؟ ما فيش حاجة حصلت على فكرة، يالّا بينا نتحرك بذمتِك؟ نمشي. يعني أنا والله، فاللي عارف رضوى عارف قد إيه المواقف صعب اللي أنتِ عدّيتِ بيها وباين طبعًا من اللي أنتِ قُلتيه، بس لسه متصالحة مع نفسِك ومبسوطة وبتحاولي دايمًا تبسطي نفسِك، وده شيء مطلوب. بجد أنا يعني يمكن برضه الناس اللي عارفاني عارفة وبيستفزّها، يعني في جزء من أصحابي بيستفزّهم اللي هو أنتِ إزاي لسه شايفة الحياة حلوة؟ هم عارفين نَفْسهم طبعًا، ماشي يا جماعة أنا لسه شايفاها حلوة إن شاء الله وهاكمّل إن شاء الله ما فيش مشكلة خالص، لأ، لأ، بس دي حقيقة، وده المطلوب. أنا سعيدة يا فؤاد والله وباشكرِك، باشكرِك على كلامِك وعلى الpositivity وعلى التفاؤل اللي في الحلقة، وأتمنى أصحابِك كلّهم اللي هيسمعوا الpodcast ما يعني يضحكوا ويوافقونا في الكلام، ما حدّش يقول حاجة كده والّا كده. لأ آآ أنا أصحابي اللي هيسمعوا أنتِ عارفة هيعملوا إيه، أنا أنا باوجّه واثقة لهم وعارفة أنتِ هتعملي فيهم إيه. رسالة من دلوقتي الcomments اللي هتبقى موجودة يعني إيه، عيب، عيب، عيب يا جماعة. لا، لأ، براحتهم، وأنا بالعكس والله أنا حاسة إن هُم هيتفاجئوا بيكِ، هيسعدوا بالحلقة، وأنا باشكرِك، ودايمًا باحب أختم الحلقة إنما الإنسان أثر، فاصنع أثرك، وأنتِ بتصنعي أثر في حياة ولادِك، وفي حياتِك وفي حياة اللي حواليكِ، ما فيش حد يفتكر أو يسمع اسم رضوى فؤاد غير لمّا يفتكر الضحكة الجميلة، والمواقف الصعبة، وإزاي عدّينا منها، فأنتِ أثر في حياة كل الناس اللي حواليكِ، ولسه هتسيبي أثر كمان وكمان أنا واثقة. ميرسي يا ماجي نورتيني، جدًا ليكِ، لأ أنا اللي مبسوطة بجد والله، حبيبتي يا ماجي. نورتيني يا فؤاد. كانت معاكم ماجي ناجي باحاول أصنع أثر.